بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله أجمعين. أحبتي في الله في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله في الليلة 50 من ليالي وأيام زد رصيدك رقم 4. حياكم الله أحبتي، أهلا وسهلا. هلا أبو عبد الكريم. ترى مقامك كبير وعالي، والأستاذ الدكتور رضا حياكم الله، والشباب كلكم أهلا وسهلا فيكم. والدكتور حسين هنا ما شاء الله، ما تعرف الدنيا ظلام. طيب، قبل ما نبدأ إن شاء الله تعالى حنتكلم كلمتين على السريع. أول شيء أشكر شيخنا وحبيبنا الشيخ غرم البيشي وأبو عبد الكريم، الأستاذ الرائع الهام الكبيرة الإعلامية، الأستاذ عبد الله الراجح، الأستاذ فهد العايد، الشيخ عبد الله سويلم، الشيخ علي، وكل الناس اللي اتصلت علي وارسلت رسائل، وكل الناس اللي غردوا في تويتر، والناس اللي شاركوا في الهاشتاج. جزاكم الله خير على حسن ظنكم، واسال الله سبحانه وتعالى يجعلني خير مما تظنون ويغفر لي ما لا تعلمون. الامر الثاني اللي حابب اتكلم فيه قبل ما نبدا هي توضيحات على السريع. نحن هنا في برنامج زد رصيدك وفي قناة بداية ما احنا قناة حكومية ولا نحن جهة خيرية. في النهاية عندنا تكاليف لازم نغطيها، وأنا ما حاجة أقول لكم إني أنا خسران 100%، لا، أو الشركة خسرانة، لا. نحن بنحاول قدر المستطاع إننا بنغطي تكاليفنا. نحن تكلمنا على الموضوع ده من أول البرنامج، إنه في عندنا فرق دعم للمتسابقين، مهمتهم إنهم يجيبوا رعاة وداعمين للمتسابقين. نحن خرجنا نهائيا، أنا بيتصلوا بي كثير من الشركات والتجار بيقولوا لي إيش رأيك نرعى مين؟ كنت أقول لهم هذول كلهم عيالي، ولو جيت قلت لك فلان رعاء فأنا ظالم وماني عادل حقيقة. قد ما حاولوا الشركات معايا يقولوا لي طيب أنت لك نظرة، شوف طب مين ترشح، طب كذا، كنت اقول لهم ابدا، انتم شوفوا مين تبغوه يعني، ونحن نقول لكم ايش هي الامتيازات اللي كذا. لكن عمره ما انحزنا لاحد الحمد لله رب العالمين، وكل اللي انتم شايفينه من الرعاة والداعمين اللي جونا المتسابقين هو جهد فرق الدعم تبع المتسابقين. موضوع انا استعجب من كلمة طلعت رشوة وما رشوة. يعني يا جماعة خلونا نكبر ويعني ونعلى ونرتقي في تفكيرا أكثر. نحن لو همنا المادة أو نحن ما عندنا صدق أو ما عندنا إخلاص أو إننا يعني بنغش أو كذا، ترى ما ألغينا البرامج الماضي ولا لا يا شباب؟ صح ولا مو صح؟ ما كنا ألغيناه ولا حطينا نفسنا في الموقف هذاك، ولا طلعت أنا وقلت يا جماعة نحن غلطنا وأنا غلط والفريق هذا وحنسوي. يعني ما أظن أنكم سمعتوا في عالم الإعلام أحد قال كذا، لكن نحن آثرنا أن نكون تطبيق قول الله تعالى يا الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. هذا كان أهم شيء عندنا، والحمد نسأل الله سبحانه وتعالى أن يكون هذا يدعي لنا. الآن عندي راعي لمتسابق، المتسابق هذا رصيده ممكن يدخل برايم. شوف انتم يعني هذا رد على كل اللي بيقولوا انه البرنامج يعتمد على الرعاة وخلاص واللي عنده راعي يدخل برايم. لا، عندنا اليوم 3 و4 متسابقين صح معاهم رعاة وداخلين. الراعي يا ابن حلال المتسابق تبعك يعني حب تدعمه زيادة ادعم. في النهاية ترى يا جماعة الفلوس هذه رايح ما هي جاية لنا كشركة، لا رايحة ايضا للمتسابقين. فانا ما حقفل خير جاهم، خير جاء المتسابق ما حقفله، تفضل الله يبارك لك. فنيجي نقول أو ندخل في النوايا كفاية خلاص، يعني خلونا نكمل برنامجنا هذا. والأخطاء أنا عارف إنه في أشياء أنتم كثير زعلانين عليها، ونحن إن شاء الله تعالى بنحاول قدر الإمكان إننا الأخطاء هذه نتلافاها، وإن شاء الله تعالى اعتبار من الأسبوع القادم يكون في أشياء كثيرة متغيرة، خاصة موضوع الافتتاحات، موضوع الإعلانات، موضوع الفواصل، هذه كلها في حلول كثيرة طرحناها وإن شاء الله حتشوفوها خلال الأسبوع القادم بإذن الله تعالى. آخر شيء يا جماعة، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. قبل ما تقول كلمة أو تكتبها شوف هي أين تقع من الله.
أين تقع من الله؟ فين رايحة؟ أنت وين رايح لما تقول الكلمة هذه؟ أنا أديكم مثال أمر آخر صح نسيته على موضوع التصويت. أنا ليش فتحت الجوال هنا؟ لأنه أنا بنفسي موضوع التصويت بتابعه وبشوف الشباب إيش جاهم تصويت وكذا. أعلى شيء جاله تصويت الأسبوع ده أخونا سعيد الشهراني صح شهراني لا واللي جاله بعد كذا أعلى تصويت علي الهمش، واللي بعد علي الهمش محمد الفهيد. الفرق بين محمد الفهيد وعلي الهمش علي الهمش جاله 16740 صوت، محمد الفهيد جاله 15993. الفرق بسيط. محمد الفهيد 25.54% وعلي الهمش 26.73%. هذا اللي صار. يعني هذا سيستم يا جماعة. انت بترسل رسالة، انا كيف حتدخل؟ هو في سيستم، يعني نظام مربوط بالنظام حق الاتصالات، وبتطلع النتائج اوتوماتيكيا وحسب النظام اللي ماشي، فلا يمكن التلاعب فيها. بعض الاخوان يقول ترى نحن صوتنا كثير. اوكي انت صوت كثير، بس يمكن صوت خطأ. يعني يمكن يعني انا ما لا تجي تلومني انا كشركه او كمهدي او اي احد، لا تجي تلومني تقول لي والله نحن صوتنا كثير وما زبط. هذا النظام. تبى تقدم شكوى روح اشتكي شركات الاتصالات اللي انت بتتعاون معاها، ليش ما بتوصل رسائلك؟ انا بتجيني تقارير من شركات الاتصالات وبدخل بشكل يعني اتابع واشوف ايش الاوضاع، وفي النهايه بتطلع النتائج. خلونا يعني اليوم نودع متسابقين من زد رصيدك، وهم ضمن الستة المشاركين معنا الليلة اللي ضاقت بهم دائرة الخطر، بينما نفذ 11 متسابق الآخرين بجلد من التصفيات. متمنون نعم ممتنون لك لأوقات جميلة وممتعة قضيناها معكم جمهور زد رصيدك، ومعكم أيضا متسابقي الموسم الرابع من زد رصيدك. نحضر إليكم الليلة بعد أسبوع حافل بالعديد من الفعاليات والقرارات اتخذت وإدارة البرنامج قرارا بالعودة لتقديم البرايم من جديد، نزولا مطالبكم وحبا ومودة نكنها في قلوبنا لمشاهدينا، وإعمال مبدأ إحقاق الحق وتطبيقا لشفافية مصداقية وما عهدتموه على شاشاتنا. هذه رسالتنا، رسالة الإعلام المحافظ، الإعلام الذي وعد نصب عينيه تقوى الله وبناء عقول شباب أمتنا وفقا لما علمنا إسلامنا الحنيف وتربينا عليه في سنة نبية محمد صلى الله عليه وسلم. أنا ماني متعود أقرأ على الورق، كنت خلوكم معي. وأيضا بما لا يخالف بما يعني معتقداتنا الثقافية والمجتمعنا السعودي ككل. عموما يعني وفقا لما ذكرناه من أحداث وبناء على أحداث الأسبوع السابع من زد رصيدك، تشكلت نتيجة البرايم الخامس الذي وفقا لما قررناه سنودع خلاله متسابقين إن شاء الله تعالى، هما من ستلقي بهم دائرة السباق إلى مرحلة تحديد المصير. ولن ينجو من ذلك، وسيكون هناك جائزة يعني هدية من مجموعة فنادق وشقق مفروشة رأس نهاية ليلتين لكل واحد من الخارجين إن شاء الله تعالى. أشياء كثيرة سارت خلال يعني الأسبوع الماضي. في نقطة مهمة أنا أبغى أتكلم فيها. أنا متأكد أنه معظم الناس اللي أرسلت رسائل بتتكلم على النوايا. أبسألهم سؤال: كم واحد فيكم بيشرب بيبسي أو بيشرب مشروبات غازية؟ كم واحد بيشرب منكم قهوة؟ أنا ما بقول أسماء، لكن كل هذه الماركات
اللي قاعدة تدعم البرامج والمسابقات اللي بتهدم القيم وبتهدم الدين وبتهدم العادات الحسنة والتقاليد الجميلة في مجتمعنا. هذه المسابقات والبرامج بتدعمها هذه الشركات اللي رافضة رفض قاطع إنها تدعم برامج الإعلام المحافظ. أرجع أقول أنا جلست معاهم شخصيا الشركات الكبيرة هذه، قالوا لي باللفظ نحن ما ندعم برامجكم، نحن ندعم برامج موسيقى وغناء. يا ريت يكون زي ما زعلانين نحن كذا وكثير زعلانين علينا إنه نحن بناخذ رعايات ولمتسابقين، يا ريت كمان نزعل الشركات هذه ونقاطعها. أبى أشوف حملة حقيقية عليهم زي ما بتعملوا حملة علينا، اعملوا حملات عليهم هم كمان اللي قاعدين يدعموا الإعلام الفاسد اللي قاعد يضرب الأخلاق، اللي قاعد يضرب الأخلاق وقاعد يضرب الدين وقاعد يضرب الحجاب وقاعد يحاربونا في حجابنا وقاعدين يحاربونا في أعراضنا وقاعدين يحاربونا في نسائنا وبناتنا ومعتقداتنا وفي وحدتنا الوطنية. يعني يا ريت برضو نشوف كذا يعني أشياء تفاعلات بالطريقة هذه. مبدأ رعاية المتسابقين قلت لكم هو من البداية هي فكرة، نحن نبغى المتسابق ذا يخرج من البرنامج ومعاه شركة راعيته على طول. إذا بتكرهه هو اللي مستفيد. المتسابق هذا الشاب اللي حتكون معاه الشركة الراعية هذه على طول حتشوفوه مستمر في الإعلام، حتشوفوه تبغوا يطلع طفران. ليش تكرهوا الخير للناس؟ وهذه لعبة يعني في النهاية مسابقة، هو بيجمع رصيد هنا وبيجمع الرصيد، نحن قاعدين نوري للناس وبنشوف ونوري المشاهدين. يعني الناس بتشوف كيف حتختار بناء على جودته وتفاعله. كل الشركات جات بناء على الشيء هذا وبناء على دعم فرق الدعم اللي بتدعم المتسابق ده. في النهاية أنا سعيد جدا إذا في متسابق خرج ومعاه شركة خلاص حيستمر في الإعلام وحيستمر في تقديم، نحن ما حيضرنا شيء ولا حيضركم شيء، بس لا تحرموا الشباب هذا بكلام ما له داعي. هذا الخير اللي حيجيهم إن شاء الله تعالى. عندنا التقرير هذا عن كواليس الفقرات. أنا أزعجتكم كثير بكلامي سامحوني، لكن ما أعرف، يلا سامحونا، شيء في نفسي قلته. نشوف التقرير ونرجع لكم. البرايم أو أنا كما أحب أني أسميه ذروة زد رصيدك. ذروة زد رصيدك فقرة حساسة جدا، لأنه كل شغلنا نحن كفريق برنامج كإنتاج وتصوير وكفريق فني وكذلك المتسابقين شغلهم كل خلال أسبوع يجي في ذروة زد رصيدك من سيبقى ومن سيغادر. على الرغم محبتي في الله من صعوبة ما ستؤولي إليه الأمور الليلة إن شاء الله تعالى من خروج أحد من نحبهم وعزيزين على قلوبنا، في ناس لما يدخلوا ذروة البرنامج أو البرايم أكون زعلان عشان أنهم دخلوا، لأنه ما شاء الله تبارك الله عليهم متابعة عالية وأنا بتابعهم وهم بيعملوا جو جميل في البرنامج، فتلاقيني أقول يا الله ليش هذا يطلع. لو تعرفوا كمية العمل اللي بيصير عشان نجهز لذا البرايم وذروة البرنامج، حسابات بتتعامل مع المحاسبين، تقارير بيجتهد عليها الفريق العمل على رأسهم الأستاذ رمال، وإن شاء الله نكون دائما يعني ضيوف خفيفين الظل عليكم في البرايم. الخيمة لها معنى إذا استغل هذا المعنى وعرف قدر هذا المعنى. هي تعتبر لب البرنامج، استضافة المشايخ تعتبر أيضا لب للبرنامج. كل ما حياكم الله مرة أخرى، أهلا وسهلا فيكم. يعني بنشوفوا ترى عمل جبار وكبير، أكثر من 170 شخص بيشتغلوا على يعني ليل نهار على البرنامج. الساعة بتشوف شغل ترى يا جماعة كبير، وفي ناس ترى بتبذل يعني
بتشتغل 14 و12 ساعة، وشكرا شكرا لكم جميعا، على رأسهم الأستاذ عبد الراجح والأستاذ رمال المخرج والأستاذ سام المهندس، كل الناس، فريق الإعداد، فريق المونتاج، الجرافيكس، إبراهيم خضري، كلهم ما شاء الله تبارك الله بيبذلوا جهد كبير وبيشتغلوا ترى عمل ليل نهار. المقدمين الكبار اللي في البرنامج ابو عبد الكريم، الشيخ غرم اللي جالس هنا معانا على طول، ابو عبد الكريم اللي جالس هنا معانا على طول، الناس المتفرغين كل هذول جزاكم الله الف خير، فواز، عبد الرحمن فراج، كلكم جماعه ترى منظومه كبيره ومصاريف كبيره. أدعو الله سبحانه وتعالى إننا إن شاء الله تعالى نخرج ونحن إن شاء الله تعالى في أتم صحة وعافية. وأنا توني قبل ما نطلع هنا قاعد أقول أبو طلال وين حنروح للإجازة. طيب فين وصلنا يا كنت؟ طيب في عمل جاد وأفكار متطورة حتى يتحقق هدف البرنامج في إنتاج جيل قادر على اقتحام سوق العمل في جميع مجالاته من أجل تقديم إعلام هادف ورجال أعمال يخوضون جميع مجالات سوق العمل. وإلى جانب هذا الهدف السامي نكرس أيضا لقيمة العمل. نحن هذا كله اللي انتم شايفينه مع الشباب والرعاة وكذا، هذا كله عشان هم بعد ما يطلعوا من البرنامج يطلعوا وفي أحد إن شاء الله تعالى بيدعم ويكون واقف معاه ويستمر. هذا عمل وهذه ثقافة، وحتشوفوا إن شاء الله تعالى الأسابيع القادمة في أشياء كثيرة ومفاجآت مجهزينها لكم. نحن انتهينا الحمد لله من مرحلة إنه الشباب يكون في عندهم رعاة. الآن طبعا أنتم شفتوا في شباب دخلوا معانا عندهم رعاة. الآن الأسابيع القادمة الموضوع هيعتمد بشكل كبير على اجتهاد المتسابق نفسه، وحتشوفوها كيف. تابعوا البرنامج وشوفوا ايش عندنا الآن. حنشوف المحلات، الشركات اللي دخلت معانا نقول لهم شكرا. هذا أبسط شيء يا جماعة، نقول لهم شكرا ونسوي لهم افتتاح. ناس بيدفعوا آلافات يعني ما حنستخسر عنهم دقائق انهم قدموا لهم شكر. يعني هذول هم اللي بيدعمونا، هذول هم اللي بيدعمون. انتم قاعدين في بيوتكم وقاعدين تشتروا منتجات الشركات اللي طيب رمال روق. انتوا قاعدين في بيوتكم وقاعدين تشتروا منتجات الشركات اللي قاعد تدعم الإعلام الفاسد، ومستخسرين على كم دقيقة بيصير فيها افتتاح على شركات وجهات بتدعمنا في الإعلام المحافظ. شوف التقرير ونرجع لكم. ما تبغى تقرير؟ ايش انا خلاص انا عصبت الحين. يلا يلا هذه الشركات خلوا واقعيين، يعني عندهم حس المسؤولية الاجتماعية. شركات بتاخذ، انتم بتشتروا منهم اسواق عثيم، مصرف الانماء، الدخيل العود، درعا، شركة الشامل، الفاخرة، اقدامي، يلا دول اسماء، مركز ذكاء الغذاء، درعا، ركن حلويات ركن القصيم، لومار، جمعية مراكز الأحياء، السنيدي، الجريد، الشامي، الفاخر، مراكز الأحياء. يلا طيب هذا لك قارورة عسل، والشيخ المندي، الجوهرة، ورسنايت، وعبد الراجح، غرب الديرة، مكتب غرب الديرة لازم يكون. هذه شركات شعرت قالت نحن بناخذ فلوس من المجتمع، بندعم، بنقول له شكرا للمجتمع عن طريق المسؤولية الاجتماعية، بنيجي بنرعى البرامج هذه. جاء الفرق نسينا، يلا شكرا. هذا في النهاية يا جماعة نحن المفروض نكون يد واحدة. يعني هذه المويه اللي جزاهم الله خير في يعني بيمدونا اياها، رستنا مويه رست، المفروض نحن هذه المويه اللي نحن كاعلام محافظ نروح يعني حيجيك عندك حلوياتك نروح نشمع عندهم. ركن القصيم اللي دخلوا معانا الاسبوع ده يعني حيكون معانا. نحن ندعم الناس اللي بتوقف معانا يا جماعة. يا إننا معاكم يد واحدة، يا حنتعامل بطريقة ثانية.
يعني نحن بنقول نسمع كلام الجمهور، والجمهور المفروض يتفاعل معنا تفاعل صحيح، يا حنقطع تفاعل الجمهور ونتفرج ونكمل. ولكن هذا الشيء مو اسلوبنا، لان انا عارف انتم يا جمهورنا، حتى اللي ينتقدونا، حتى اللي بيسبونا، حتى اللي بيدعوا علينا، انتم جمهورنا في النهايه، انتم غالين علينا، انتم على قولتهم نور عيوننا، انتم الاشخاص الرائعين اللي بنكون معانا دائما. عندنا تقرير نشوفه تقرير ونرجع لكم. أخوكم رضا العواد، صاحب مركز ذكاء الغذاء للتغذية والتخسيس والرشاقة. مركزنا متخصص في تخليص الأشخاص من السمنة، وهو محارب فعال جدا في القضاء على السمنة. لا شك أنه إحنا لما اخترنا زد رصيدك وبرنامج هذا البرنامج برنامج مشاهد، والقناة الحمد لله يعني من القنوات الجيدة الفعالة، وإحنا بنوصل المسج اللي هو أنه الواحد بيتخلص من السمنة ويصل للوزن المثالي، وأيضا التغذية الصحية، وهي أحد الأركان الأساسية للصحة، صحة مدى الحياة. طبعا لا شك أنه راح نقدم للشباب مجموعة من المعلومات الأساسية والهامة جدا في رفع الثقافة الصحية بشكل عام، والخاصة في الجانب الغذائي وأيضا حتى الرياضي. هناك بعض المعلومات اللي بسيطة ولكن نتائجها غير عادية وكبيرة جدا، مهمة ومؤثرة جدا في الجانب الصحي. من البرامج اللي احنا بنقدمها هي برامج ذكية جدا تتعامل مع نوعية السمنة عند الشخص، والبرنامج له متابعة كل 10 أيام حتى يصل الشخص للوزن المثالي، الوزن الصحيح. أخوكم ريان بن علي الميمان، مسؤول قسم الدعوة في المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بالخبراء. يهتم هذا المكتب بدعوة المسلمين إلى الدين الصحيح وهو دين الله سبحانه وتعالى. اخترنا قرية زد رصيدك أو قناة بداية بالأصح لأنها هي القناة الأولى في الإعلام المحافظ، ونطمح بإذن الله في جماهيرية هذا البرنامج إلى إكمال مشروع وقف أطياف الخير. طبعا حضرنا بعض النشاطات والبرامج التي يشترك فيها المتسابقين بإذن الله والمشاهدين كذلك، التي راح نبثها لكم بإذن الله في قرية زد رصيدك من خلال قناة بداية. أتمنى من جمهور زد رصيدك وجمهور قناة بداية أن يدعموا هذا المشروع المبارك ليتم اكتماله وبناؤه بإذن الله تعالى. محمد علي برناوي، المشرف على الفريق التطوعي للتقنية والإنتاج الإعلامي بجمعية مراكز الأحياء بمكة المكرمة. حقيقة اخترنا هذه القرية، قرية زد رصيدك، للمتابعة الكبيرة لجمهور بداية. هذا الذي شجعنا على أن نختار هذه القرية لنبث رسالة جمعية مراكز الأحياء، وهي رسالة التواصل الإيجابي بين المجتمع. مشاركتنا في قرية زد رصيدك هذه تمت برعاية شركة الأفكار السعودية. سندعم في هذه القرية المتسابق عطا رسولي، والمتسابق أحمد مامي، والمتسابق ياسر سنان بإذن الله عز وجل. ننتظر من هذا البرنامج المزيد والجديد بإذن الله عز وجل. أنا أخوكم جيزة بن عايض الدهاس، المدير التنفيذي لمؤسسة كافل لرعاية الأيتام بمنطقة مكة المكرمة. صراحة هذا البرنامج اللي رعته مؤسسة محمد بن عبد العزيز الراجحي كان يعني فكرة رائدة في برنامج رائد زد رصيدك، وكان هذا الفكرة لإبراز الجمعيات الخيرية من عن الدور فيما تطرح على الدور الإعلامي. اختيارنا لأسامة فقيه يعني لكون أسامة قريب من المؤسسة ويعرف يعني مشاريعها وما تقدم المؤسسة، فتم الاختيار. ولا كل الشباب يعني جزاهم الله خير فيهم البركة، لكن تم اختيار أسامة لأنه قريب ويعرف ما تقدم المؤسسة. كما قلت أسامة يملك صوت جيد الحمد لله، فحرصنا أنه يخرج يعني حاجة للأيتام، وكان جزاه الله خير هو تفاعله شجعنا أن نختاره يعني بالذات يعني أسامة. الحمد لله لمسنا تفاعلكم معنا خلال الأسبوع هذا. لا تنسوا أيتام البلد الحرام، أيتام مكة المكرمة، ستكونون بأقل ما تقدمون بإذن الله مساهمين في الكفالة وإنجاح برنامجنا، ولن ننجح إلا بكم وبأمثالكم. نحن من مشاهدين قناة بداية، شفنا الناس بتحجز المحلات في قناة بداية، فحجزنا محل في قرية زد رصيدك، والحمد لله حجزنا المحل ونزلنا بضاعة، وصارت الحركة عندنا أحلى وتحرك العمل. الحمد لله من حين شاركنا في القناة ازداد العمل وازداد الحركة، الحمد لله رب العالمين.
وأصالة الشيوخ كمان تشكر قناة بداية، تشكر متابعين قناة بداية وبرنامج زد رصيدك. أعرفكم على نفسي خالد بن عبد الرحمن العيد، المدير العام لمطاعم شيخ المندي. أولا تعرفت على برنامج زد رصيدك عن طريق مدير التسويق عندنا في مطاعم شيخ المندي. برنامج واقعي شبابي في نفس الوقت، ويقدرون يتابعون كل فئات المجتمع. نحب نعرف الناس على مطاعم شيخ المندي عن طريق برنامج زد رصيدك. مطاعم شيخ المندي مطاعم وطنية 100%، ونسعى لزيادة جمهور مطاعم شيخ المندي. أحب أشكر القائمين على قناة بداية، كما أحب أن أشكر القائمين على برنامج زد رصيدك، أتمنى لهم التوفيق والنجاح إن شاء الله. حياكم الله أحبتي في الله مرة أخرى، وأهلا وسهلا فيكم. خلونا نبدأ إن شاء الله تعالى الليلة مع المتسابقين وطاولة المفاوضات، وخلونا نرحب بزبوني الدائم وجليسنا الرائع الأستاذ المهندس صاحب الصوت الشجي والأستاذ محمد البيضاني. لا بغير يلا شوف تقرير محمد الرجال. المتسابق محمد البيضاني. أنا يبدو أني بدخل البرايم الثالث. حنا قدرنا بتوفيق الله أن نتعدى برايمين، لكن إذا دخلنا الثالث الله يستر. أنا ما ودي حقيقة فارق الأخوان اللي هنا، أخواني وأعزائي على قلبي وحبيتهم كثير، لكن إذا كتب الله أن نخرج الحمد لله. أنا خارج لأهلي وراح أكمل مسيرتي باليوتيوب وإنستغرام وتويتر. إذا خرجت إن شاء الله أبى أروح الأول شيء لأبوي وأمي، ثم أروح لولدي أيوب، لأني أشعر أني فاقده جدا الحين 33 يوم أو 34 يوم وأنا بعيد عنه. بالنسبة اللي يقول منحوس، حقيقة هذه كلمة سلبية أنا أرفضها. هذا ثالث برايم أنا أدخله، وربما له أسباب. جلموت صخر ما دخلته يعني الأسبوعين اللي فاتن كله، ما أدري الأسبوع ذا أدخل ولا لا، وهذا يعني توفيق من الله وتيسير من الله سبحانه وتعالى. رصيدك زد رصيده، الحياة بلا تفاني، كالقصيدة بلا معاني، بالتواضع ربي زيدك. يلا ونرحب بالمتسابق الثاني أحمد مامي. هذا كل برايمات نايم مامي. وينه؟ نايم أحمد مامي. أعطونا تقرير أحمد ونرجع لكم بعد. المتسابق أحمد مامي. أنا بدي إياكم تحطوا نفسكم مكاني. حلو هذه. أبغاكم تحطوا نفسكم مكاني. يعني واحد دخل إبراهيم الأول وعداه، والثاني وعداه، والثالث وعداه، والرابع وعداه. إيش حيكون شعوره يعني؟ بصراحة شعوري شعور غريب بصراحة. يعني متردد، هل أدخل البرايم وأرجع مرة ثانية زي المرات الماضية، ولا أني أدخل وأفل يعني وأطلع من البرنامج؟ بصراحة شعور غريب جدا. بالنسبة لي إذا خرجت من البرايم، الشيء الوحيد اللي أطلب من الجمهور أنه يوقف مع أحمد مامي. وطبعا إذا خرجت راح أتواصل مع الجمهور، راح يكون لي تواصل قوي جدا عن طريق مواهبي، عن طريق بعض الأمور اللي أقدمها، الخدمات اللي أقدمها للجمهور. وابقوا على تواصل مع أحمد مامي إذا خرج من البرنامج. حياكم الله، أهلا وسهلا بكم. ونرحب بالمتسابق الثالث محمد الفهيد. المتسابق محمد الفهيد. قدمت على برنامج زد رصيدك. أول شيء إعلام محافظ، جماهيريته كبيرة جدا، حتى جمهوره عاطفي، يعني يتقبل أخطائك ويتقبل كل شيء منك إذا حصل يعني منك شيء. أنا حبيت أشارك بالبرنامج هذا عشان أكسب الشهرة، عشان أقدم الشيء اللي بعد البرنامج. طبعا إن شاء الله بسعد اللي بالبرنامج واللي يتابعون البرنامج، وبعاونهم المتسابقين، بس بحاول بالمستقبل يعني أفكر الشيء هذا. ما قدرت بالبداية اختلط مع الشباب كثير، بس هم مثل إخواني اختلطوا معي، سووا كل شيء عشان أدخل معهم. بالنسبة للجمهور ما سويت شيء، الشباب ساعدتهم. نهاية اليوم انسحبت من الانتخابات علشان ينجحون اثنين ما يروحون براي. طلعت خيرة، وأنا أصلا طلعت من البرنامج قلت خيرة،
ورجعت البرنامج، ويعني إن شاء الله خير الأمر كله خير، وبشجع الشباب إن شاء الله إذا صرت برا بدعمهم. ونرحب بالمتسابق الرابع معنا الليلة سلطان الفيفي. المتسابق سلطان الفيفي. أنا بصراحة قررت أني أجي برنامج زد رصيدك لقوته في الإعلام المحافظ وتوجهي أنا في الإعلام المحافظ، ولكي أوصل رسالتي وأبني للجمهور. أنا استفدت من البرنامج زد رصيدك بصراحة في المدة اللي جلستها أشياء كثيرة، يعني يكفي معرفة الرجال اللي خاويتهم العشرين وبعد كريم أبونا، وفوائد عظيمة استفدناها من دورات، من حضور شيوخ، من مسرحيات، من مقالب أكلناها. يعني أكيد إن احنا استفدنا شيء كبير جدا في البرنامج. إذا كان اليوم يوم خروجي من القرية في البرايم، فأنا أول شيء إني كسبت أخوة الرجال هذولا. الشيء الثاني بكون فرحان إنه ما في أحد من العيال طلع، لأنه أنا عارف الكل عنده إبداعات. تمنيت إني بتمنى إني أستمر، لكن نقول الحمد لله، وعندي قناعة إنه أي شيء يحصل لي في الحياة فيه خيره. زد رصيدك زد رصيدك زد رصيدك، تفيدك بالتواضع ربي زيدك. ونرحب بالمتسابق الخامس معنا الليلة أسامة فقيه. المتسابق أسامة فقيه. شعوري وأنا في دائرة الخطر طبعا اختلف عن إذا كنت أنا في لحظات البرايم. لحظات البرايم غير لحظات دائرة الخطر. لحظات البرايم يكون فيها شوية توتر، يكون فيها يعني ما تدري، تخاف السؤال يكون صعب سهل. عموما دائما أنا أقول الله يختار الخير، وكم لله من لطف خفي. طبعا جمهوري الغالي تعب معايا كثير وسهروا الليالي يعني اشتغلوا كثير عشان أسامة فقيه. بصراحة لو أشكرهم من الآن إلين ما أموت ما أوفيهم حقهم. جمهور العريم كان جدا وفي معايا. أنا بداية وفائي لهم حتكون بعد البرنامج. صراحة كانت عندي أفكار كثيرة، كان عندي مبادرات، كان عندي حملات، لأي ظرف كان يمكن ما سويتها. عموما أنا عندكم بدأ برنامج بالجديد والجديد، وراح أكون متواصل مع جمهوري ما حييت، وما لي غنى عنكم يا أحلى جمهور. السلام عليكم. واحسب الوقت بثواني، الحياة بلا تفاني، القصيدة بلا معاني. ونرحب بالمتسابق السادس معنا الليلة عطاء رسولي. المتسابق عطاء رسولي. طبعا شعوري وانا بداية الخطر باختصار شديد خطر، لانه كثير ناس يعني معلقه امالها بتواجدي في البرنامج. مجرد دخولي دائره الخطر انا بوترهم، وهذا التوتر يعني ما يحسسني بالاطمئنان، يعني فبعيش في نوع من التوتر. اذا كتب الله علي اني انا اخرج من البرايم، فاول شيء حكون اسف للناس اللي تعبت وكانت متامل ان اكمل معهم نهايه البرنامج. ونفس الوقت يعني انا صراحه مشتاق اني التقي بالجمهور بشكل مباشر، الناس اللي تعبوا معنا من بدايه البرنامج. فحتى اذا خرجت حكون على طول ان شاء الله باذن الله، يعني حبدا بالتواصل المباشر معاهم، وكميه ان شاء الله من المفاجات والبرامج اللي انا قدمت بعضها هنا راح نكملها ان شاء الله معاهم بشكل مباشر، ونسعى انه نقدم ما فيه منفعه ان شاء الله للناس، والايام تجمعنا. زد رصيدك زد رصيدك. حياكم الله مرة أخرى أحبتي في الله، وأهلا وسهلا فيكم. حنشوف دحين بس ارسلوا لنا واحد من الاي تي يا جماعة. طبعا أنت أول مرة تجي هنا محمد، كيف الوضع؟ والله كيف شعورك؟ دخلت المسرح صير مبسوط، اخذ فلوس من جمهور صخرة. المرة فيه شوي رعب شوي. طيب بسيطة يعني الحمد لله. مين معانا؟ طبعا سلطان كان واحد أسبوع من الأسابيع كان الهامور، وهذا أكبر رد اللي يقولوا كان هامور ومعاه راعي ومعانا الليلة. الجماعة لا تدخلوا في النيات. ايش الحكايه؟ ايش صار معك؟ والله الحمد لله على كل حال، هذا اول شيء. الشيء الثاني والله من قبل البرايم وانا مرتاح وعندي راحه، اللهم لك الحمد. اذا جتني الراحه هذه احس ان في خبر سعيد، فاذا طلعت فهي خيره.
وانجزت فهي خيره. الله يفتح عليك. الله يسعدك. هذا يا جماعه اللي صاير، اللي شايفينه الليله، نحن قلنا من اول برنامج لما الشباب يجيهم راعي، هذا لا يعني انك انت حتنجو من البرايم. الراعي يعني اصبح عندك رصيد اكبر من بقيه المتسابقين. الان مهمتك ودورك انت كيف توفر، كيف تتعامل مع رصيدك صح، كيف ما تصرف زياده، كيف ما تجيك خصميات، كيف ما يعني تتورط في اشياء. وهذه نعمه جاتك الرعايه، كيف تحافظ عليها. هي في النهايه رساله في المسابقة هذه نبغى نوصلها. عندنا فاصل سريع بس بنظبط أجهزة الشباب ونرجع لكم بعدها. آيتي بسرعة. برعاية يا لا 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 يا لا 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 يا لا 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 يا لا 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 يا لا 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 انطلق ويدي بإيدك، فرصتك خلها تفيدك، بالتواضع ربي زيدك، زد رصيدك زد رصيدك زد رصيدك زد رصيدك. سن سعود من الدخيل للعود، اسم تثق به. أرز بسمتي بمختلف الأنواع يلبي كافة الأذواق. ملك الأرز اسم على مسمى. الفاخرة دقة وتاريخ وتميز. الفاخرة أجود الأقمشة الرجالية. الفاخرة تفصيل بغاية الدقة. أكثر من 90 فرعا في خدمتكم. شركة الفاخرة للخياطة الرجالية الراقية. تبغى أجر ببلاش؟ تبغى صح؟ طيب وش رايك بوقف ببلاش؟ إيه صح، وقف ببلاش. طبعا أنت عارف أن الوقف أجره بإذن الله ما يوقف إلى الجنة. أجر ببلاش ووقف ببلاش، ببلاش، وأجرك لا يوقف. لنحقق الحلم أجر ووقف ببلاش. فكروا وابحثوا وش فيه وقف ببلاش وأجر ما يوقف. انتظرونا لنحقق الحلم. شاركونا بهاشتاج وقف ببلاش. انطلق ويدي بإيدك، فرصتك خلها تفيدك، بالتواضع ربي زيدك، زد رصيدك زد رصيدك زد رصيدك زد رصيدك. هذا البرنامج برعاية يا لا 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 يا لا 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 يا لا 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 يا لا 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 يا لا 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 لا. هللك في الجد راية واجعل الإقدام غاية، نبتسم لك في النهاية، زد رصيدك زد رصيدك زد رصيدك زد رصيدك. نبتسم لك في النهاية، زد رصيدك زد رصيدك زد رصيدك زد رصيدك. حياكم الله أحبتي في الله مرة أخرى. زي ما شوف كنا في الأيام الماضية كنا بنشوف فاصل وإعلان اللي هو الحلم العدل كذا، وكنا نقول لكم انتظرونا
لنحقق الحلم. انتظرون نحقق الحلم. اليوم نزل لكم إعلان اللي هو الوقف ببلاش. هل في أوقاف ببلاش؟ في عندنا هاشتاج فعلناه وقف ببلاش. نبغى نشوف ايش فكروا ابحثوا ايش في وقف ببلاش، وحنستمر معاكم ان شاء الله تعالى في الحديث خلال الايام القادمه. كيفك يا بيضاني؟ طبعا انا طلعت برايم عشان بس ما يخرب برايم، لازم اصير مشرف انا هنا. احسنت. ايوه مقنع. هنا ادونا صوره كذا سوبر فايز لا صرت اي برايم انا ما اطلع بخرب، فانا انصحكم. يلا جاهزين شباب؟ 1 2 3 ديز. طيب ها بسم الله. صح الامور. طيب امورنا الاسبوع ده مفاجاه الموسم. انا اقولها. واحد مو راضي اترك مسرح البرايم. حياك الله احمد شراري. والله قبل شويه يلا عمر تعال. يلا المسجد والله هذا عشان بنات. عشان بنات الجريد الله يسلم عليك. استعن بالله. مستحيل اخليك. الف مبروك. يلا بسرعه شباب ما يعرف الطريق. لا يدور المسرح. حاضر. لا حاضر. عطى والله عطى حبيب. يلا مبروك. يلا استريح. اشكر الجريد. اشكر الجريد. اشكر مزارع الجريد انتاج الزيت والزيتون في الجوف. شكرا للجريد ويا الجوف، وشكرا لجروب النخبه والداعمين والدكتور غازي حقتهم. يلا استريح. هذه طبعا هذه هديه ركن القصيم من يعني خلال الاسبوع ذا كليجة، وعندهم هنا شوكولاته جميله. شكرا يا عاصم. ايش فيك ترجف؟ تبي الصراحه؟ ايوه دقيقه شباب. تبي الصراحه؟ هنا عندنا واحد هامور قاعد انا بقول شيء بس ما يزعلون الشباب. يوم جاء نتيجه مبروك تضايقت. عشت عمر مع البرايم فتضايقت، وانا جالس كذا قاعد افكر ابغى واحد من الكراسي بجلس فيها. خليك لكن الحمد لله. خليك اهلا وسهلا. لك الحمد. يلا مبروك عليك الهامور. الله يبارك فيك. وشكرا لمزارع الجريد الزيتون، وايضا اكبر شكر واجمل شكر للشركه اللي كانت معانا من يوم ما بدات البرنامج في فقره المطبخ ملك الارز. شكرا. دونا تحيه شركه مطبخ ملك الارز، يستحق مننا احلى تحيه. جاهزين شباب؟ جاهزين. طيب خلونا الان بما انه عندنا نحن هنا 1 2 جدد معانا، خلونا نسوي تجربه على السريع. يلا 1 2 3. هذه تجربه يا شباب. ابدا المسابقه. ابدا. ايوه عطى خبر. هذه تجربه. علق عندي ترى على فكره. يلا قلت تمشي زي كذا. خلاص جميل. مين طلع عندك فيما كنترول اسرع؟ مين طلع له؟ طيب يا رجل عطاء رسولي ما اشتغل عنده لسه. كيف طلع الاول؟ ايش هو؟ لا عندنا. يلا نرجع شباب للصفحه الرئيسيه. خلاص اشتغل. نرجع للصفحه الرئيسيه. دقيقه يا عبد الله. جاهزين؟ ايضا تجربه. ادونا يا جماعه. ايوه ادونا الشاشه. شباب هدوء لو سمحتوا. هدوء. ادونا الشاشه الرئيسيه. يلا نبدا تجربه. يعني احنا تجربه وهنا تجربه ثانيه رقم 5. ها يعني هنا رقم 2 وهنا رقم 5، فانا خايف انه تصير في اشكاليه بس. طيب خلونا اسمي الاول. دقيقه خلينا نبدل كذا. هات يا احمد. محمد انت رقم 1 المفروض. يلا هات كذا. صح. اعطيني. ايوه انا 4. يلا الاي تي اليوم كثر الله خيرهم. انا 4. تفضل. يلا اعطيني. صح. دائما كذا 1 2 3. هنا 2. يلا خلينا نسوي تجربة مرة ثانية عشان نتأكد. يلا 1 تجربة يا شباب. 1 2 3 ابدأ.
حلو عطاء طلع لك؟ اي طلع. يلا ادونا الصفحه الرئيسيه شباب، خلاص صفروا لنا الاعدادات. طيب شباب قبل ما نبدا الاثنين الجدد نحن الان في طاوله المفاوضات، حينطرح سؤال مباشر، عندك اجابه مباشره قول عندي اجابه مباشره. تبغى تتفاوض قول ابغى تفاوض. حلو تمام؟ لا تقول جواب. قول ابغى تفاوض. حنوقف الساعه، اذا تبغى تفاوض حنوقف الساعه، ذاك الوقت نشوف مين يبغى يتفاوض معك. اذا في احد بيتفاوض معك كملنا تفاوض، ما في احد بيتفاوض معك الغينا السؤال، حيتلغي السؤال. اذا احد قال انا ابغى اتفاوض معك تمام، اذا احد حاب يتفاوض معك تحددوا نسبه التفاوض، بعدين حيكون في خصم 1000 ريال على اي واحد يتكلم وما اذن له بالكلام. ممتاز. واضح؟ حتى اللي جالسين، حتى انتم جالسين ممنوع الكلام. خلونا نعدي الليله هذه ان شاء الله على خير باذن الله. واضح؟ بعد مرحله طاوله المفاوضات حنروح لتحديد المصير. 3 منكم حيرجعوا البيت وثلاثه حيقعدوا معانا يكملوا. تحديد المصير اصبح الموضوع خارج من يدك نهائيا بيد الله سبحانه وتعالى اولا واخيرا، ثم بيد المتصلين اللي هو انت وضعت ارقامهم عند الشباب عشان يتصلوا عليك. اذا اتصل احد تمام، زي ما بقول كل اسبوع ممنوع اي حركه باليد، ممنوع اي حركه بالعيون، ممنوع اي حركه بالفم، ممنوع اي حركه بالاصابع، ممنوع اي كلام، اي ايحاء، يعني ايحاءات ايماءات ايحاءات، اي شيء ممنوع. انت تقول السؤال وانتهى الموضوع. واتمنى من مخرجنا المتسابق اذا قال السؤال ما عاد ترجع له الكاميرا تقعد هذا على السؤال في الشاشه. جاهزين شباب؟ جاهزين. يلا 1 2 3. يلا الهامور قول انت 3. قول 3. قول انت 3. 3. مين الاسرع الليله؟ ها احلى. ايوه احلى محمد الفهيد. يلا محمد كيفك؟ حصص العلوم كنت تحضرها والاحياء؟ بسم الله. ما تعود على في واحد في واحد حاط عينه عليها. اقرا وردك. يلا محمد. شباب محمد السؤال ركزوا شباب. ما هو او من هو الحيوان الذي لديه 3 قلوب؟ في حيوان عنده 3 قلوب. عندك اجابه او تفاوض؟ هو بالبحر شو اسمه؟ ها؟ الاخطبوط. اخطبوط؟ اجابه نهائيه؟ اجابه صحيحه محمد. طيب يا قوي. ما شاء الله. تعال يلا. ما شاء الله ما شاء الله تبارك الله. سريع ما شاء الله تبارك. وحش فهد. يلا يلا. عندك الان تعمل خصم. تمام عندك خصم هنا. تمام ان شاء الله. عندك خصم. تبى تقسم 100 على 1. لا تبى تقسمها 20. يلا لازم هذه لعبه خصم، لازم في خصم. شباب روقوا. ها روقوا لانه افعالكم تاثر على الشباب. خلوكم رايقين. مرتبك من الخصم. تمام. لانه المتسابق اللي ما انا متاكد كلكم في متسابقين هنا متاكد ما تبغون يطلعوا. خلينا واقعيين. الشيء ذا يوصل لمتسابق ترى مو كويس. خلينا هاجدين. ها اذا جاوب واحد اجابه مباشره والله بنقمز لهم كلهم. طيب يلا بعد خير. والله على راسي كلكم. يلا بس ما نبغى نقفز، ما نسوي حاجه الين انا اقول صح او غلط. واضح؟ خلاص جميل. يلا سجل الخصم. تم الخصم. يلا تم الخصم يا جماعه. نروح. يلا اعطونا. جاهز؟ سيجي جاهزين؟ مخرج يلا يا همور نبي ندلعك اليوم. انت عود لين 1 2 3. 1 2 1. ما قلت 3. يلا قبل ما يسوي حركات. 1 2 رجعوها. رجعناها خلاص. 1 2 3. كفو. دز. يشفك ترجع شعور. يلا سريع. أسامة فقيه. يلا أسامة أعطونا السؤال. أسامة السؤال يقول
ما هي أول جريدة سعودية تأسست عام 1350؟ أول جريدة سعودية تأسست عام 1350. تفضل. الندوة. إجابة نهائي؟ جواب نهائي؟ إن شاء الله. الندوة. والإجابة خاطئة، هي جريدة البلاد. البلاد. جريدة البلاد. يلا ماله. جريدة البلاد. يلا نروح جاهزين شباب؟ يلا بسم الله. حلو اللي جاي. عطا تحذير. ها بعد ما هذا ولا ابغى بعد ولا ما بعد، روقني. طيب حاضر. تمام، روقونا يا شباب. يلا اذا تبغونا بعد كذا في طيب نتكلم ونضحك. بس سؤال الحين هو الان قاعد يفكر. اقدر ارفع يدي اقول له يعني عندي اجابه؟ شباب نتفق على حاجه، ولا استني اذا لين اللي هو جاله السؤال بيفكر احد فيكم عنده اجابه يبي يدخل في التفاوض يرفع لي يده بس كذا. تمام. طيب انتوا انتبهوا عشان هذا كذا واضح. بس ما ترفع يدك لين انا اقول لك. حلو. لين اقول له تبغى مفاوضات، اذا قال لي ايوه يلا شباب مين عنده؟ واضح. او انا قلت في احد عنده مفاوضات، المهم خلوه يكون معايا. نبدا. 1 2 3. تقول لي الحمد لله ولك الحمد. زاد ما شاء الله. الله شباب سريعين اليوم. السؤال يقول يا محمد البيضاني. ايوه. من هو أشهر جراحي العرب؟ أشهر جراحي العرب. أشهر جراحي العرب اللي محمد الشكيري طلع له. طيب نشوف مفاوضات. في أحد بيتفاوض معاه شباب؟ في أحد بيدخل مفاوضات معاه؟ أنا شاب تدخل معايا؟ ماني متأكد. حلو. أحمد. ما عنده. تدخل معاه؟ طيب. تقول دز بدز. طيب يلا دز يا دي. يلا دز. تفاوض. اعطونا تفاوض بيضاني مع رسولي. يلا اعطونا التفاوض. يلا كم 50 نعم. 50 موافق يا متفاوض؟ يا مفاوض ان شاء الله. يا متفاوض. يلا جاهزين؟ اعطونا 50 يا جماعه. اعطونا 50 وبدأ الوقت. وتفضل الإجابة عندك يا عطله يا رسولي. ابن حيان. حلو. إجابة نهائية إن شاء الله. والإجابة خاطئة، هو أبو القاسم الزهراوي. الحمد لله. هو أشهر جراحي العرب أبو القاسم الزهراوي. يلا أعطونا السرعة. يديك العافية يا عطا. جاهزين شباب؟ ارجعوا لنا. يلا ارجعوا لنا على الصفحة. جاهزين؟ يلا. لا ارجع الصفحة الرئيسية يا سلطان. يلا كدا. ايوه يلا 1 2 3. حلو هذا. يلا عندي عطا. يلا اعطونا عطا يا جماعه. السؤال يا عطا، عارف المحيط الهادي انت صح؟ جنبه المحيط الهندي وكذا طيب المحيط الهادي، من الذي اطلق على المحيط الهادي هذا الاسم؟ في واحد قال له يا محيط هادي ترى اسمك محيط هادي. عندكم تفاوض بالعربي وبالانجليزي باسيفيك اوشن. ما عندي اجابه. بس في تفاوض يا شباب؟ في احد بيتفاوض؟ في احد عنده اجابه؟ هلا هي خلاص قفلوا السؤال يا جماعه. هو ماجلان وهو الرحاله مستكشف برتغالي. على فكره ماجلان هذا هو اللي أدخل المسيحية إلى الفلبين وحول عاصمة مانيلا كانت اسمها أمان الله وحولها إلى مانيلا. واحد رزل زي كده ما تجيبوا اسمه. لازم عشان نعرف. ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. أعطونا السرعة. جاهزين؟ يلا 1 2 3 11. تيز. طبعا هامورنا الفلبين كثير من الناس الجد الثالث او الرابع او الخامس كانوا مسلمين. محمد الفهيد سؤال في التاريخ. ايش خليت؟ في التاريخ واحد الخلفاء. كيف ما اعرف نهائي ابدا. لا ان شاء الله حتعرفوا. السؤال يقول من هو الخليفة المثمن؟ مثمن يعني 8. المثمن
خليفة مثمن اشتهر برقم 8. أنا بشرح كلمة مثمن لأنه مثمن فيها يعني تثمين، ومثمن المضلع، ومثمن يعني اشتهر برقم 8. نحن نبغى نشتهر برقم 8. في أحد عنده شيء؟ يلا شباب 15 ثانية. في أحد يبغى مفاوضات؟ اديني اسم، اديني شوف. روح ادعس. الرحمن بن عوف. ها؟ هو خليفة. ما عندك إجابة. يلا أعطونا، قفلوا السؤال. قفلوا السؤال. هو المعتصم بالله محمد بن هارون الرشيد. يعني كانت ادونا يلا ادونا اللي بقى ادونا السرعة. جاهزين سرعة؟ بسم الله. يلا 1 2 3 ابدأ. طبعا السبب انه سموه خليفة مثمن كان عنده 8 عيال و8 بنات، وتولى الخلافة سنة 18 و200، وفتح 8 فتوحات. يلا مين؟ سلطان. أعطونا سلطان. السؤال السادس مع سلطان. كيفك مع الجامعات؟ اوف. ها؟ احتاج. مبروك، يقولوا تخرجت من الجامعة. اللهم لك الحمد. ها صحيح؟ اللهم لك الحمد. واستلمت الوثيقة؟ استلم الوالد الوثيقة. اللهم لك. باقي الزوجة الحين؟ ان شاء الله بس والبزنس جاهز بإذن الله. اللهم لك الحمد. يلا اعطونا سؤال سلطان. السؤال يقول: ما هي أقدم جامعة أنشئت في تاريخ العالم؟ أقدم جامعة أنشئت في تاريخ العالم. حد يا شباب عنده إجابة؟ والله شاك، بس مع الضربة الأولى خلاص. تراكم ما من جد أنتوا يعني يبغى لكم يعني قرصة داني. ترى السؤال ده جاء قبل كذا في أحد الأسابيع، قلنا فلانية هي أول من أنشأت جامعة وقلنا اسم الجامعة. يلا لكنكم مع الأسف ما تركزوا. أعطونا. ها ما فيش؟ ما عندي جواب نهائي. قرار نهائي. سلطان في قرار نهائي. هي جامعة القرويين في فاس بالمغرب، أنشئت 245 هجرية. أعطونا السؤال. يلا أعطونا السرعة. يلا أعطونا السرعة. عبد الله هذا أقدع عصير. عبد الله اشرب عصير. ها جهاز ايش في جهازك؟ ماذا به؟ ما ادري ايش. مع انك يعني المفروض شبه خبرة انت هنا. ها؟ تسلم. وش هذا لمسة ايدي هذه. جاهزين؟ بسم الله. يلا 1 2 فلافة. يلا اعطونا من السريع. عندي محمد البيضاني. الله ان شاء الله. محمد البيضاني. شباب شدوا حيلكم. بيضاني. يلا. انت لما جيت في المقابله الشخصيه اثرتنا بشخصيتك وحضورك، ما شاء الله لا قوه الا بالله. الله يسلمك. وانا متاكد انك حيكون لك مستقبل كبير باذن الله. يلا اعطونا سؤال محمد البيضاني. سؤال محمد يقول لك: من الذي امر بتشييد الجامع الاموي في دمشق؟ يلا خليفه. من هو؟ الحجاج وفيه الاموي شو اسمه؟ معاوية بن ابي سفيان. لا ولد معاوية الظاهر. 20. في احد عنده جواب؟ في احد بيفاوض؟ تفاوض؟ هناك مفاوضون؟ لا مفاوضون. ارمي اجابه اذا عندك. لا اله الا الله. استغفر الله العظيم. استغفر الله. معاوية بن ابي سفيان. جواب نهائي؟ نعم. يلا إجابة خاطئة. هو الوليد ابن عبد الملك، أمر ببناء عام 705. لا اله الا الله. الوليد. جاهزين سرعة كلنا؟ صفحة 1 2 3. واللي تصدق أحمد اللي بنى الجامعة الأموي عمال من الفرس والهنود. تعال عندي. من ذيك الأيام. شوف ما شاء الله يعني. عندك يلا سلطان الفيفي. أعطونا سلطان. سلطان نبيه. تعرف لو كان أحمد الشراري موجود هنا كان هذا عرف الإجابة هذه، بما أنه رجل مهتم بالصحافة. السؤال يقول: مثقف ما شاء الله عليه. صدرت أول مجلة سعودية عام 1355 هجري، فما اسم هذه المجلة؟ ما اسم هذه المجلة؟ حد يا شباب عنده شيء؟ يبغى تفاوض يعني، يبغى تفاوض. أحد بيتفاوض؟ ما حد يبغى يتفاوض. في خاصة. شوف اسم، شوف ايش في راسك. ادعس. تز. نقول الندوة. برضو الندوة؟ ندوة. تراها كان جريدة الندوة هذه.
نقول يلا هي مجلة المنهل، هي أول مجلة أصدرت في المملكة العربية السعودية، مجلة المنهل. نروح للسرعة. يلا واحد. بيضاني لا تعيدها، دز وما دز روقها لنا. اي والله اني نسيت. اليوم الكنترول والله مصحصحين لنا. شكرا يا كنترول. يس تحية كذا الواحد يشتغل هو مرتاح لانه في وراه رجال شغالين معاه. يلا تسلم عم. يلا اعطونا السرعة. جاهزين شباب؟ يلا بدأ. واحد. لا رجعونا السرعة، ما بدأنا. رجعونا عبد الرحمن، ادونا السرعة مرة ثانية. جاهزين شباب؟ يلا كلنا على الصفحة الرئيسية. ايوه. 1 2 3. طبعا الجامع الأموي الامبراطور البيزنطي ارسل يعني 100 فنان عشان يشتغل على الزخارف. فهد جاء. يلا فهد محمد. علوم. محمد قريت الكتاب أوقاف الراجحي؟ عند عطا. يلا هدوء لو سمحتوا. هدوء. السؤال يقول، أعطونا سؤال الفهد رقم 9. ما اسم الشهادة الدولية التي حصلت عليها أوقاف الراجحي في مجال أعمال الفنادق؟ شهادة دولية حصلت عليها أوقاف الراجحي في مجال أعمال الفنادق. تفاوض. يبقى يفاوض على طول، ما عنده في أحد يفاوض؟ ما حد؟ اصبر يا جماعة. ليش ما كان السؤال عن الجودة؟ يلا عشان كان قلنا أشياء ثانية. أعطونا. اصبر يا جماعة، نجد أي شيء. تبغى تجدع؟ عجلة. يلا حصلت عليها في مجال أعمالها. يلا احنا قلنا أوقاف الراجحة أوقاف متميزة. 4 3. اي في تي. اوكي اي في تي. شوف خليني اي في تي. طبعا اي في تي اللي هي انترناشونال نعم فيكيشن تراديشنال. إجابة خاطئة، هي جرين جلوب. جرين جلوب هي الجائزة داخل. شوف أوقاف وتأخذ جائزة دولية، يعني المفروض والله نفتخر بمثل هذه المؤسسات اللي عندنا. أوقاف مؤسسة وقفية أخذت جائزة دولية، وجائزة ما تتاخذ ترى إلا بالقوة بتوع الروح. أخذوا جائزة. تعطونا يلا أعطونا السرعة. جاهزين شباب؟ 1 2 3. مين الأسرع؟ وقف السب شباب. نعيدها، حنعيدها مرة ثانية. طلعت أنا معاي. محمد البيضاني ما كان شغال الساعة حقته. ما عليه. طب طلعت معاك شيء؟ لا ما طلعت. أنا طلعت. يا كنترول. نعيدها. يلا نعيد. 1. جاهزين كلكم صفحة رئيسية؟ 1 2 3. أبدأ. حلو الجميع اشتغل. أحمد مامي. ما شاء الله. أنا بعدك على طول فتحت. يلا أحمد مامي ما شاء الله، يعني واضح عليك القوة والعافية. الله يعطيك العافية ما شاء الله تبارك الله ويثبتك. في جبال اسمها جبال. أعطونا سؤال يا جماعة. يلا أين يقع جبل مؤاب؟ جبل مشهور ترى مرة، بأمانة أنا أول مرة أسمع. مر عليه الاسم بس. الإعداد من فين جابوا ده السؤال أنا ما أعرف. مر عليه الاسم بس هو موجود الجبل ده ومشهور ترى. مؤاب. جيد. اوكي يلا. أحد بيفاوض؟ أحد بيفاوض؟ شو اسمه الجبل؟ مؤاب. جبل مؤاب. أين يقع جبل مؤاب؟ يلا أعطونا 8 7. أعطي إجابة. أرمي أمامي بسرعة. يلا خلاص ما يبغى إجابة يا جماعة. هي في المملكة الأردنية الهاشمية، الدولة الشقيقة. نرحب بفريق الأردن اللي معانا. يلا أعطونا السرعة. أعطونا. جاهزين؟ 1 2 3. يبدأ. مين الأسرع؟ مين تعتقد؟ أحمد شراري. أعطيني اسم. يلا عطا. بعد ما شفته خطير أنت. أعطونا عطا. يلا عطا. السؤال كيفك مع اللغة العربية؟ تمام؟ أعطونا سؤال عطا. أعطونا سؤال. من هو مؤلف كتاب لسان العرب؟ واو. لسان العرب من الذي ألف
كتاب لسان العرب. مصيبة دي ما انتم عارفين، والله مصيبة. هذا مرجع في اللغة العربية. صح. اتقوا الله يا جماعة. لا لا لا. يلا اعطونا 20 19 18. في احد يفاوض؟ فاوض لسان العرب. مفاوض لسان العرب، مؤلف كتاب لسان العرب. ها؟ الله يرحمه ابو تراب الظاهري كان يقول وقال اديكم الاسم من؟ وقال ابن منظور في كتابه لسان العربي ان بقالة اصلها بسالة، والبسالة هي المكان الذي يتم فيه البثل أي التبادل. من جد الله يرحمه الشيخ أبو تراب الظاهري. كتاب لسان العرب لابن منظور هو يعني أحد المراجع المهمة في اللغة العربية. أعطونا السرعة. جاهزين شباب؟ يلا 1 2 3 ابدأ. يلا أسامة فقيه. أسامة كيفك مع السيرة النبوية؟ يلا يا كريم. يلا أعطونا السؤال. صحابية جليلة كانت تسمى بذات الهجرتين، اشتهرت بهذه الكنية ذات الهجرتين، ومعروفة ومشهورة. عندك إجابة ولا تدعس تفاوض؟ طيب نتفاوض. تفاوض. في أحد بيتفاوض جماعة شباب؟ طالع فيه. يلا والله يا استاذ مهدي سبحان الله المعلومات هذه كلها مرت علينا. يلا خلاص ما في تفاوض، ما عندك إجابة، روح. هي السيدة زينب. غريبة ما جاوبت. السيدة رقيبة، عفوا السيدة رقية بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. رقية، سيدة رقية رضي الله تعالى بنت رسول الله. هاجرت مرتين، الهجرة الأولى إلى الحبشة والهجرة الثانية إلى المدينة المنورة. يلا أعطونا السرعة. 1 ابدأ. 1 ابدأ. مين الأسرع؟ شوف علو عطى جاله مرة ثانية. يلا عطى إن شاء الله. عطى. السؤال يقول قريت أوقاف الراجحي. أعطونا السؤال. ما المشروع الذي تبنته وقاف الراجحي لتوعية الطلاب من أضرار التدخين؟ المشروع هنا نقاء. في عندك إجابة؟ أي مشروع عندك إجابة؟ كان اسمه مشروع نقاء؟ أي مشروع نقاء. جواب نهائي؟ أي. إجابة خاطئة. اسمه فرسان النقاء. هذا اسمه مشروع. إجابة خاطئة. يلا أعطونا السرعة. خطأ كذا؟ إيه خطأ. مشروع نقاء تبعهم ترى. أوكي ما نشوف. الجمعية اسمها جمعية توعية أضرار التدخين نقاء. المشروع اسمه، أنا بقول لك الكتاب مكتوب في فرسان النقاء. لا بس المشروع نفسه الشعار اللي شغالين عليه شعار نحن قلنا سؤالي واضح. شوف أعيد لك السؤال يلا عشان ترتاح. طيب ما المشروع الذي تبنته وقاف الراجحي لتوعية الطلاب من أضرار التدخين؟ اسمه مشروع فرسان النقاء. اسم المشروع فرسان النقاء هو الذي يعني تبنته. ناخذ للسرعة. ابدأ. مين الأسرع؟ أسامة فقيه. إن شاء الله. أسامة يلا يا أسامة. أسامة رحالة وقبطان عربي كانوا يلقب بأسد البحار. من الملقب بأسد البحار؟ يعني مشتهر جدا في تاريخ الملاحة البحرية الارتباط اسمه برحلة شهيرة حنقولها. بس عندك إجابة ولا تطلب تفاوض؟ طيب تفاوض. في أحد بتفاوض؟ هو في واحد مشهور بس أخاف فيه خصم. إيه في خصم. بوه خصم والله بوه خصم. مو اللي على بالي بالك. لا قسم والله. يلا روح. انتهى الوقت. هو القبطان الرحال العربي المشهور أحمد بن ماجد هو الذي اكتشف نعم رحلة شهيرة يعني حول رأس رجاء الصالح إلى الهند، ولقب برابع 3 وربان الجهازين ومعلم بحر الهند كدلالة على علمه. لازم نفتخر بهذول الناس عشان لما نجيب أسماء الأعلام هذولي
نتمنى يكون عندنا اعلام زي كذا. صح. نروح للسرعه. جاهزين؟ يلا جاهز. دز. يلا مارك. يلا من السريع؟ واحمد مامي السريع ان شاء الله. السريع احمد مامي ما شاء الله. يلا احمد. بسم الله. كيفك مع تاريخ الاندلس؟ الله يستر. ها؟ الله يستر. اعطونا سؤال تاريخ الاندلس. يلا اعطونا السؤال. من هو فيلسوف الاندلس؟ من هو فيلسوف الاندلس؟ واحد مشهور كان يلقب بفيلسوف الاندلس. ها 30 ثانية. من هو فيلسوف الاندلس؟ طبعا نحن في البرايم بنيجي اسئله وما اسئله. نبغى نوصل رساله لكل الناس اللي بيشوفونا يا جماعه اقرأوا تثقفوا. يعني نحن يعني اقل امه في العالم في القراءه هم الامه العربيه. ما يصير. 7 تفاوض. قل تفاوض. ايه تفاوض. ما عندك تفاوض. يلا 2-1. هو ابن رشد. ابن رشد هو فيلسوف الأندلس. لو تحطون ابن رشد. ها؟ لو بدون خصم مفاوضات تضبط. يلا. وكان في ابن رشد يعني المرة الجاية حنفصل لك برنامج على مقاسك. على طول. يلا اعطونا السرعة. 1 ابدأ. طبعا انا اليوم احد اسباب سعادتي وانبساطي انه استاذنا الكبير القائد حقنا ابو طلال في الكنترول هنا قاعد. يعني يلا محمد الفهيد ادونا. يا سلام على السؤال هذا يا محمد. الله. يلا. تحب الذهب؟ تحب الذهب؟ من ما يحب الذهب؟ ها؟ من ما يحبه؟ والله زين الناس يحبوا الشهوات من النساء والبنين، وذكر القناطير المنقطرة من الذهب. والنساء بعد تزين بالذهب. والذهب. ويا سلام. ويا الله يرزقك ذهب في الجنة. قول آمين. آمين. والسامعين. السؤال: ما هي زهرة الذهب؟ مفاوضات. من الآخر محمد. كنسل السؤال. خلاص؟ لا اصبر شباب هدوء لو سمحتوا. هجدة واحدة. تبغى تجدع واحدة؟ طيب فكر لسه عندك وقت. 22. بس لو توضح يعني شلون. زهرة. في زهرة يسموها زهرة الذهب. ايش اسمها ايش الزهرة هذه؟ يعني لقبها زهرة الذهب. لا لكن اسم. ما عندكم زهور بالقصيم؟ نخل. هلا عندكم. الياسمين. الياسمين هي زهرة الذهب. الياسمين لونها ابيض. انا خابر بس. اوكي هي زهرة الاقحوان. زهرة الاقحوان. بسم الله. وهو نبات عشبي موطن اوروبا وغرب اسيا. يشبه نبتة البابونج. تعرف البابونج؟ معروف. هذه نسوي فيها مع شاهي ونشربها. البابونج. يلا اعطونا. جاهزين؟ جاهزين. سرعة. 11. عندي. عطى رسول الأسرع. يلا عطى. بعدك على طول. كيفك في العلاقات البريطانية الصينية؟ سبحان الله. ها؟ سهل. أحسن واحد. طيب أعطونا السؤال. في حرب صارت بين بريطانيا والصين عام 1842 وتغلبت فيها بريطانيا على الصين عام 1842. شوف من ذاك الزمان وهم بريطانيين حسبي الله عليهم. تمام؟ ما اسم هذه الحرب؟ اسم الله ما كنت موجود. ها؟ ما حضر. ما حضر ذاك الدرس. طيب تبغى تتفاوض؟ تبغى توقف؟ تفاوض يا شباب. بعد بيفاوض ما حد بيفاوض. نلغي السؤال. نجيب بك العيد. نلغي؟ ايوه عشان الوقت. يلا عشان الوقت. هي حرب الافيون. اوكي. حرب الافيون كانت الصين. الله يحييك. كانت الصين تبغى توقف زراعه الافيون. والبريطانيين اللي عشانهم بيتكسبوا اللي بيخلوهم يزرعوا الافيون. قامت الحرب بينهم وفازت بريطانيا وانتعشت تجارة الافيون ذيك الزمان. يلا اعطونا السؤال. السرعة. يلا جاهزين؟ 1 2 3 ابدأ. ان شاء الله. لا نعيد السلطان. بدأت قبل ما اقول ابدأ. انا شايفك. طيب اوكي. انا شايفك. سلطان. نعيد الصفحة الرئيسية لو سمحتوا. الصفحة الرئيسية. اوكي. كلنا جاهزين؟ 1 2 3 ابدأ. بدأوا. ابدأ. يلا. مين السريع؟
من السريع محمد البيضاني. الفهيد ما شاء الله لا لا فهيد الفهيد يلا فهيد يلا محمد فهيد سم كيف في الجغرافيا؟ اوه ها؟ لعبتي والله؟ يلا اعطونا سؤال اعطونا سؤال. IVT ما هي عاصمة الفلبين؟ والله لو ما تعرفها مصيبة. والله قتل. لو ما حد يعرفها مصيبة. عاصمة الفلبين. تفاوض. لا أحد يأشر لا أحد يأشر شباب. في أحد يبغى مفاوضات؟ نعم. فاوض. أعطونا مفاوضات يا جماعة. ادونا مفاوضات. يلا وقفوا الساعة وأعطونا مفاوضات. مين بتفاوض؟ مين؟ عندنا أسامة وعندنا محمد. مع مين بتتفاوض؟ خلوا أسامة يلا. أنا وافق. ها؟ خلوا يروح أسامة. خلاص مع أسامة؟ عمنا أسامة؟ أعطونا أسامة مع الفهيد تفاوضوا النسبة. يلا كم تبى تعطي؟ اللي يبغى هو كالعادة 60 40. لا 50 موافق عليها؟ 50 متفقين؟ انتم متفق؟ جاهزين؟ خلاص ابدا اعطونا هذا. والان عندك وركز حيتخصم عليك. عاصمة الفلبين. امان الله مانيلا. سلام عليك. لا يا شيخ متاكد اجابه صحيحه؟ طيب ثبت. اعطونا اجابه صحيحه. يلا اعطونا اجابه. يلا الله يسلمك. يعني انا توني قايلها. قلت لكم ماجد راح هناك بعض الاسئله ندري وش وتخرب وكان اسمها امان الله وتنقل صار اسمها مانيلا. ولو كثير من الفلبينيين جدوا الرابع الخامس تراه مسلم لانه كانت كلها دوله مسلمه وبالقوه حولوها للنصرانيه. يلا درجه السؤال راحت لمحمد فهيد واسامه. اعطونا السرعه مره ثانيه. جاهزين؟ كلنا الصفحه الرئيسيه. ابدا. استوب شباب استوب. محمد بيضاني ما دخلت ساعته. نرجع. جاهزين شباب؟ كلنا صفحة رئيسية. يلا 1 2 3 ابدأ. من السريع وسلطان الفيفي. الله بعدك على طول. سلطان اباه. قد سافرت برا السعودية؟ لا والله. قد اشتغلت في الصرافة؟ ايش؟ في الصرافة تشينج ماني. لا. يلا اعطونا السؤال. ما هي عملة ملاوي؟ الله يلا 31 30 27 فوضات. طلب فوضات. طالت فوضات. كنسل الساعة. يلا ما حد يلا ما حد الغوا السؤال. طلبوا الغاء. كواشة ملاوية ان شاء الله. وشو يلا بذكركم يعني هذه دولة حبيسة جنوب شرق افريقيا جاية في النص كذا مسكينة كواشة. الله يلا اعطونا صراحة لي ما شاء الله. باقي 13 دقيقة من الفقرة هذه في طاولة مفاوضات ونبدأ السرعة. 1 2 3 كلنا شغالين. يا سلام روح. والسريع هو والسريع تأخروا اليوم تأخروا. وسلطان الفيفي السريع. الحمد لله. يلا سلطان كيفك في الجغرافيا؟ معلم. أستاذ يلا. بما أنك أنت من فيفا. الله فيفا فوق الجبال صح؟ يا لبا فيفا. ها؟ فوق الجبال ولا؟ يقولوا جميلة جدا فيها. اي والله من شرف انكم تزورونا. اعطونا السؤال حق سلطان حق فيفا. أين يقع جبل كلمنجارو؟ جبل كلمنجارو أين يقع؟ أين يقع جبل كلمنجارو؟ حد عنده شيء يا شباب مفاوضات؟ كلمنجارو. حد يتفاوض؟ ما في خلاص. نروح للسؤال اللي بعده. لا خليني اضرب اسم. ايه خلينا نقول باكستان كلمنجارو. جواب نهائي؟ ان شاء الله. أعطونا الإجابة الصحيحة وهي إجابة خاطئة. تقع في تنزانيا. كلمنجارو وهي أعلى قمة جبل في أفريقيا بإذن الله. أعطونا السرعة. 1 2 3 ابدأ. تعرف ليه يسموه كلمنجارو يا أحمد؟
عندي يا استاذ مهدي. هذا يقول لك واحد كلم جاره هناك كلم من جارك. ادونا السؤال يلا. عندي روح عطى رسولي، اعطونا السؤال عطى رسولي. عارف جائزة الملك فيصل العالمية؟ سامع فيها؟ حقت السلام. سامع فيها. طيب عام 1401 من الذي حصل على جائزة الملك فيصل لخدمة الإسلام؟ خدمة الإسلام؟ أي الحاصل على جائزة الملك فيصل لخدمة الإسلام. في تفاوض يا شباب؟ أحد بيتفاوض؟ نوقف الساعة. طلب تفاوض، خلاص راحت فرصة إنه يجاوب على السؤال كامل. لسه باشا في تفاوض؟ أعطونا تفاوض. ما في تفاوض، خلاص أعطينا إجابة. عندي إجابة. هو الملك خالد بن عبد العزيز آل سعود رحمة الله عليه، هو الحاصل على جائزة الملك فيصل لخدمة الإسلام عام 1401. والله بس لو قارين شوية في التاريخ. أعطونا سرعة. 1 2 3. من السريع؟ من السريع الليلة؟ السريع. وأعطى مرة ثانية. أعطى السريع. أعطى. كيفك مع الجزر؟ ايش بكم انتوا على اليوم؟ محيط، جزر، جبال. نبغى ناخذ اجازه. يلا نرتاح. هذا واحد من 20 شهر ما اخذ اجازه. طيب والله يعين. اعطونا السؤال. اين تقع جزر او جزيره مدغشقر؟ هو ارخبيل لكن مدغشقر اين تقع؟ في مدغشقر نفسها. كيف مدغشقر؟ جزيره مدغشقر. اين تقع جزيره مدغشقر؟ عندك إجابة ولا تبغى تروح مفاوضات؟ في مفاوضات يا شباب؟ بتفاوض مع أسامة. وقفوا الإجابة. وعند في هنا 2 بتفاوضوا، في 2 هنا بتفاوضوا. أعطونا مفاوضات يا جماعة. متأكد؟ شباب هنا لو سمحتوا هدوء. 2 عندنا عطا وأسامة يبغوا تفاوض. طالعوا ببعض. الآن تقدر تطالعوا ببعض. كم تبتوا بعض؟ يجوز من غير محرم. يلا متأكد؟ يلا قول لا التفاوض كم؟ 50. ها؟ أنا عندي سالب، طلع لي السالب. 50. دقيقة خلينا نشوف الحسابات. ها؟ ايش رايك؟ متأكد أنت؟ ها؟ يلا 60-40. موافق على 40؟ اوكي موافق؟ يلا اتفقوا 60-40. 60 عطاء 40 أسامة. أعطونا أين تقع جزر مدغشقر؟ أفريقيا. إجابة صحيحة. جزر مدغشقر تقع في أفريقيا في المحيط الهندي. إجابة صحيحة. إجابة صحيحة. إجابة يعني مصيبة يا عطا. والله بعرف إنه في أفريقيا. تعرف مدغشقر ده؟ والله بعرف. تعرف أنا ليش ما قلت؟ شوف كذا. تعرف أنا ليش ما قلت؟ أنا قلت حتقول لي خطأ لأنه تبى تحديد كذا. فكرت في حاجة ما أدري ليش، مع إنه أنا متأكد إنها في أفريقيا. أفريقيا هي دولة أفريقية أصلا. يلا اللي بعد ادونا السرعة. 1 2 3 ابدأ. وأحمد مامي السريع. طيب تعرف اسم عاصمتها؟ لا. ها؟ أنت نريفو. بالله عليك. ايوه جد. أعطونا سؤال أحمد. أعطونا سؤال أحمد. يا أحمد الديناميت من الذي اخترع الديناميت؟ يلا يا أحمد يا مامي من الذي اخترع الديناميت؟ أبسط سؤال في العالم ترى. عندي تفاوض. اللي اخترع يا هي أبو أنا آسف. أبو من الذي يلا تبى تفاوض؟ في تفاوض عندنا. وقفوا أعطونا التفاوض. أعطونا تفاوض. هدوء شباب. أعطوني هنا أحمد مامي ومحمد البيضاني. وركزوا شباب وهدوء وأعطونا. وفي عندنا سؤال. اتفضلوا اتفاوضوا على النسب. متأكد أنت؟ إن شاء الله. إن شاء الله. 50. كم؟ طيب 50. ايش بك 50. بتكلم بشوش أنا مرة هذه. ليش؟ أنت بتتوب؟ 50. أنت ما تتوبة؟ 50. توبة يا أخي. 50. أعطونا 50.
والإجابة عندك يا محمد البيضاني، تفضل. ونقول بسم الله نوبل. يا شيخ أبو التأكد حقك، هو متأكد وما أدري. إجابة صحيحة، أعطوهم 55. أعطوهم 55. مبروك. ألفريد نوبل هو مخترع الديناميت. طبعا هو عمل جائزة نوبل بيكفر عن خطايا لما شاف الديناميت قديش سوى تدمير، وكسب فلوس ترى من ملايين ذيك الأيام من الدولارات. فقام قال يا جماعة ثروتي كلها أعملوا جائزة، وقام يوزعوا جوائز. أعطونا يلا 1 2 3. وعطى رسولي ان شاء الله. عطى رسولي. عطى رسولي جاهز؟ أعطونا السؤال. عطى رسولي، على من يطلق اسم الديسم؟ ديسم. الديسم. أي على من يطلق لقب الديسم؟ مين متأكد؟ دقيقة ما في مين متأكد. أول شيء دقيقة، تبغى مفاوضات؟ ولا عندك إجابة؟ عشان لا تقول لي حرمتني من 100. لا خلاص بتفاوض. مفاوضة. ادونا، وقفوا الساعة، الغوا هذه يا شباب، ادونا التفاوض. عطى عندك 2 بيتفاوضوا هنا، محمد فهد واحمد مامي وهدوء. مامي يلا. اخترت مامي. جميل. هدوء لو سمحتوا اللي هذا ادونا، تفضلوا تفاوضوا على النسب. يلا روح. 50-50. ادونا 50-50. عطى واحمد مامي. يلا احمد، انتهى الموضوع من عندك. ممنوع يا شباب. احمد مامي السؤال الاجابه عندك، على من يطلق اسم الديسم؟ ابن الفيل. ها؟ ابن الفيل. ابن الفيل. انت ايش كان اجابتك؟ الدب. صحيح، اجابه اسم صغير الدب هو يطلق عليه الديسم، واجابتك خاطئه يا احمد مامي. ولد الدب هو اللي يطلق عليه. عطى معلش. يلا اوكي عادي. ولد الفيل الدغفل. تلخبط بينهم الاثنين. الفيل يسموه الدغفل. الدغفل. ولا ولد الدب الديسم. اعطونا السرعه. 1 ابدأ. والله. احمد سلطان الفيفي. ان شاء الله. من فضلكم شباب، لما نيجي التفاوض ما نبغى احد يسمى متاكد ما متاكد، خلاص التفاوض تختار واحد وانتهى الموضوع. سلطان، انت بانك انت الاسئله على السؤال. تعرف علوم القبائل؟ باذن الله. هذه علوم قبائل صح، لازم تعرفها. باذن الله. اعطونا السؤال علوم القبائل. ما اسم الحرب التي دارت بين قبيلتي تغلب وبكر؟ ان شاء الله ابشر. حد عنده قبيلة تغلب، قبيلة تغلب قبيلة بكر صار بينهم حرب. ما اسم هذه الحرب؟ هذه علوم القبائل. لازم عندك تفاوض. تبغى تفاوض؟ تفاوض ما عندي تفاوض. في احد بيدخل تفاوض معاه شباب؟ انا اخاف اجيب العيد. اسامه بيتفاوض؟ عندي احمد تبغى تدخل بسرعه ولا انت برا؟ حدد موقفك. داخل تفاوض ولا لا؟ داخل. اسامه داخل تفاوض. اختار يا اسامه يا احمد. نقول اسامه لانه ممكن متاكد. اسامه. ادونا خلاص شباب هدوء. اعطونا هنا اسامه وسلطان نسب التفاوض شباب. اللي تبغاه حبيبي والله. لا ما في اللي تبغاه. انت كم تبغى؟ يلا هو اللي يحدد، ما حد. يلا حدد انت. حط الكوره في ملعبك. طيب ممكن نقول 50-50. 50-50 موافق؟ اوكي. وثبتوا 50-50 لو سمحتوا، ثبتوا 50-50. سلطان انتهى الموضوع من عندك لو سمحت. الان الاجابه عندك. ما اسم الحرب التي دارت بين قبيلتي تغلب وبكر؟ قول ان شاء الله البسوس. متحمس. ايش كانت اجابتك؟ داحس ولا غبره؟ ها؟ داحس ولا غبره؟ بركه ما رحت معاه. مبروك عليكم 50-50. يلا. هي حرب البسوس. كان في بلد مين والله؟ حرب البسوس. يعني حرب بين العرب قامت القبيلتين بسبب ناقة. والحمد لله الذي أعزنا بالإسلام. الحمد لله. أعزنا بالإسلام. وأحلى ما في الإسلام أنه أخذ أجمل صفات العرب وكمل عليها، وأسوأ صفات العرب ولغاها. يلا نروح سرعة. 1 2 3 أدعس. من السريع؟ من القطار السريع؟ شيل هذه اللي تحت. عندي عطى يلا يا عطى.
يا عطا. انت الدب جاك ولد الدب الديسم. يلا اعطوك واحد ثاني. على من يطلق الهيثم؟ على من يطلق الهيثم؟ الهيثم. تتفاوض ولا تبى تجاوب؟ عندي إجابة. عندك إجابة؟ ايه. تفضل. ولد الأسد. ولد الأسد هو الهيثم. طيب أوكي، خلينا نسمع اللي كان بيتفاوض. علي نفسه. محمد. الهيثم ولد الأسد. الأسد نفسه. الأسد نفسه هو الإجابة خاطئة. الهيثم هو ولد النسر. ابن النسر هو يطلق على الهيثم. يلا نروح ابدأ سرعة. مفاجأة هذه. مين السريع الهيثم وعطى مرة يلا عطى. السؤال يقول: ما هي عاصمة كشمير؟ عندك إجابة ولا نروح للي بعدها؟ تفاوض يا شباب. تفاوض. في أحد بيتفاوض؟ ما حد بيتفاوض. تدي إجابة عشان نلحق سؤال أخير عشان الوقت. مرة ما في بالي. باقي 51 ثانية. ما عندك إجابة؟ يلا نروح للي بعده. هي سرينغار هي عاصمة كشمير. سرينغار اللي يثبت لو تقرأ أخبار وتسمع تعرف إنه. يلا أعطونا السرعة. 1 2 3. وأحمد مامي. السؤال يقول: ما هو الكوكب الأحمر؟ الكوكب الأحمر. دقيقة يا شباب لو سمحتوا. الكوكب الأحمر. أحمد تبى تجاوب ولا تفاوض؟ بسرعة بوقف الوقت أنا. بسرعة يا أحمد. بجاوب. ها؟ بجاوب. تبى تجاوب؟ تفضل. المريخ. إيش كانت إجابتك؟ المريخ. يلا إجابة صحيحة. أعطونا خلاص. أعطونا هنا. طبعا هذا كان آخر سؤال. وأحمد مامي حيقسم الآن. تفضل يا أحمد. تفضل. يلا ورف ملعبك يا أحمد. أحمد يا مامي. الكوكب الأحمر هو المريخ. والعجيب أنه الدول قاعد تصرف مبالغ هائلة وطائلة في موضوع أبحاث الفضاء والمريخ والكلام ده كله. وهذه المسألة يعني لو صرفت على مكافحة الفقر أو مكافحة الإيدز أو مكافحة هذا يعني كان أفضل وأجدر. أنا فاهم اللي بيروحوا يعيشون في المريخ مش فاهم يعني. اللي بيشوف يقول لك ممكن واحد. طب ما الأرض كبيرة تكفينا وزيادة. هي بس المشكلة في المويه. معناته الناس توجه أبحاثها أبحاث الطاقة والمياه. إنه كيف يعني لو اخترعنا حاجة اختراع يحل موية البحر مع الطاقة مع الشمس الاثنين سوا. شوفوا كيف عندنا نحن يصير عندنا خضار ودنيا يعني آخر حلاوة. نحن انتهينا من طاولة المفاوضات شباب والجميع أخذ فرصة الحمد لله. والهامور القديم بارك. والله بخير أبشر. ما هو شعورك؟ والله راحة غير طبيعية. اللهم لك الحمد. اللهم لك الحمد. أبو عبد الله. يا مساك الله بالخير. هلا. هذيك بشيتها. سام. الآن وين النقطة؟ هذا الوصول صح؟ وهذا وشو؟ الوصول صح؟ ما أعرف. وهذا الجائزة نفسها. ما أعرف والله. ها؟ أنا ما أعرف. أنت قاعد تستلم شيء ما أعرف. شلون ما تعرف؟ ما أعرف. أنت بتضغط. أي. وفي النهاية بيطلع لك. هو يحط. بس مو شرط. لا حبيبي مو شرط إنه نفس النقطة عندك عند هذا. هي نقط موزعة. أي أوكي. تمام. خلصت. أنا لو مكانك حتار صراحة. لا أنا لو مكانك حفكر يعني. بأمانة الوضع يعني يخوف. الوقت عندي ولا؟ يلا بسرعة. الوقت عندي ولا؟ خلاص. عشان قاعد أفكر. فكر. يعني فكر. أنا معك ما عندك مشكلة. تبي تفكر فكر. مديني أسأل ولا الشباب؟ لا ما تسأل أحد. أعطيني يعني حط الخصم حقك وخلاص. هي من أول فك. بسرعة يا أحمد. يلا أحمد. أخلص. سم. يلا لازم في اثنين الليلة بيطلعوا اثنين والبقية حيرجعوا يعني انتهى الموضوع. يلا شباب. يلا يا أحمد يا مامي. كذا انبسط يا ولد.
مين اللي جاوب اليوم إجابات كاملة؟ كم واحد؟ مين قام خصم؟ فين؟ محمد البيت ومامي. ومامي اثنين تختلعوا خصمه. وانت كم احمد مامي متردد ويحق له انه يتردد وقام الهامور. يلا يا مامي الوقت يمشي يا اخي، يلا عشان ورانا تحديد المصير. يلا خلاص يلا تم الخصم عند احمد مامي. حل يا اسامه. اي ممتاز، يلا روح يلا كذا انتهينا من طاولة مفاوضات. كثر الله خيرهم ركن القصيم. شد شباب. أنا كنت أحسب ركن القصيم حياة ركن القصيم كلها شغل كليجة وما كليجة ويعني حلويات القصيم. طلع عنده حاجة. لا طلع ما شاء الله تبارك الله عندهم كل مرة حلو ما شاء الله. اسمه مرة واضح. كثر الله خيرهم عيال الجريد. احلى زيتون زيت زيتون في السعوديه من مزارع الجوف من الجريد في الجوف. يلا في زيتون. والقلب بدأ يرفس، بدأ يدق. دم 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 دم. اعطونا النتيجه يا جماعه يلا انا اسمعكم. اعطونا النتيجه كذا وشخص. لا يلا. الله 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 يكتب ما في خير. يا الله الخيرة. وين مين الليلة اللي معانا؟ سجل واحد نفر. حلو. هنا أنا جمعت الأسماء وانتظر النتيجة. الله الليلة ليلة حامية والليلة ليلة قوية والليلة ليلة. بس العجيب في نقطة مهمة، في نقطة مهمة جدا كثير الناس تغيب عنها. يقول لك لا يحدث شيء في ملك الله إلا بأمر الله. لا يحدث شيء في ملك الله إلا بأمر الله. من الأشياء العجيبة عندنا ترى نحن مسيرين ومخيرين في الأقدار. في أقدار نحن خلاص مسيرين عليها ما نقدر. إيش هي؟ الأقدار اللي نحن مسيرين فيها التي تحدث بدون إرادة. كيف؟ الأجل والرزق هذه حنا ما حد يدري عنها. ما حد يدري بعد. طيب مين حيرجع؟ عدوني الدرجات. أسامة فقيه. محمد فقيه كم؟ محمد الفهيد يلا كم؟ حلو. والله قلمي ما يكتب. فشيلة الورق مشكلة الورق. لا والله في قلمي غلق الحبر. طيب دقيقة علي صالح. هذا محمد الفهيد اديتني درجته. مين بعد محمد؟ أحمد مامي كم؟ أوكي. أسامة فقيه. أوكي ياها يا قلم. بيضاني يا بيضاني. هي خلاص غلقنا. طيب يلا أحمد. يلا أنا جاتني الدرجات الآن ونتيجة الدرجات هذه تقول بسم الله. في 3 حيقعدوا في 3 حيرجعوا. لا لا كيف كذا؟ جت حاجة جديدة. أطلعهم أنا. في 3 حيقعدوا في 3 حيرجعوا. طيب حنروح ليالين ونرجع لكم بعدها. لا من جد.
ها نحن رحنا ولا ساعنا هوا؟ في طيب ادونا في اجلس يقول لك في تقرير، ادونا التقرير هذا يلا. عندنا تقرير عن تعظيم اسم الله. نشوف التقرير وشغلوا لنا الشاشة. أين توقير الله سبحانه وتعالى في هذا المنظر؟ هذا اسم الله سبحانه وتعالى، وهنا اسم الله، وهذا اسم الله العزيز في النفايات بتنكب. الأذان تو كان يأذن أذان المغرب، الله أكبر الله أكبر، ونحن بنهين اسم الله سبحانه وتعالى في الشارع. ما يكلفنا شيء إذا أخذنا هذه الجرائد ورحنا وحملناها ووضعناها في صناديق اللي مخصصة لجمع الأوراق والصحف التالية. موفقين إن شاء الله. هذا هو المكان السليم لها. الله أحبتي في الله. طبعا هذا اللي شفناه هذا مشروع حنطلقه الليلة، تعظيم اسم الله سبحانه وتعالى. كثير مرات أنا بروح المسجد والراجع بشوف صناديق النفايات، بطالع فيها جرايد كتب مرمية فيها، وأفتح ألاقي اسم الله سبحانه وتعالى مهان. والله ما يليق أحبتي في الله البلاد التي خرج منها تعظيم اسم الله أن نرى الله سبحانه وتعالى مهان في هذه في الأماكن هذه. حنطلق هذا المشروع. أتمنى من كل اللي بيشوفونا نبدأ هذه الحملة. أنت رايح المسجد، أنت خارج بقالة، أو روح بنفسكم قلبوا النفايات هذه وخرجوا هذه الأوراق وضعوها في الأماكن المخصصة لها. في معظم مساجدنا محطوط جنبها صناديق كبيرة لجمع الأوراق وكذا. يا ليت يا ليت نبدأ، وصوروا لنا المقاطع هذه في 30 ثانية وارسلوا لنا إياها، وإن شاء الله تعالى في جائزة البرنامج القادم حنقدمها بالسحب على كل من شارك، وفي هاشتاج اسمه تعظيم الله. تعظيم الله حنشتغل عليه وننزل هذه المقاطع. ايش؟ الكتب الآن عندنا اختبارات، الكتب بعد الاختبارات يا ليت كلنا نصور ونرسلها ننزلها في الهاشتاج هذا، ونرسلها ونعمل منشن على حساب زد رصيدك، ومتابعة على حساب زد رصيدك، ومتابعة على حساب زد رصيدك في تويتر وفي اليوتيوب وفي الانستغرام. وكل الناس اللي عاملة متابعة لثلاث حسابات هذه ودخلت معنا في المشروع حيدخلوا معنا للسحب الجائزة الأسبوع القادم إن شاء الله في البرايم. نتمنى والله من كل قلبي أن نبدأ هذا المشروع تعظيم الله. والله ترى أنا ما في مرة بمر من يعني بمر بجوار هذه حاويات النفايات إلا بلاقي إما كتاب أو صحيفة مرمية، وهذا ما يليق. تعالوا نشوف مين حيقعد. محمد فهيد أمك دعيت لك، مع السلامة. روح ما شاء الله. يلا 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 محمد فهيد، مع السلامة مع السلامة. شوفوا يا جماعة، في عندي واحد اليوم حيرجع كمان ما عنده راعي، ما عنده دعم، رجل معتمد على نفسه في القرية، وهذا هو التنوع اللي بنشوفه. تفضل أحمد مامي. يلا. الثالث اللي حيرجع، الثالث اللي حيرجع. يلا مين يتوقعون؟ أسامة. تفضل يا أسامة. يلا. أنا مبسوط عليك يا أحمد مامي. يلا يلا نروح مخرجنا نشوف النتائج. هذه النتائج طلعت عندنا أمامنا. محمد فهيد 130، أحمد مامي 120، وأسامة فقيه 100، سلطان عفيفي 10، محمد البيضاني 5، وعطى رسولي 5. نروح لأخونا فواز. نحن نريح شوية يا جماعة، وقفنا كثير وتعبنا، ونرجع لكم بعدها.